هلو هلو، انا بوسي طه. مبدئيا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول رمضان علينا، ويا رب تنعاد علينا الايام كلنا بخير. زي ما شفتم في بدايه الفيديو وسمعتوا القرمشه، هنعمل مع بعض النهارده القطايف. هنعملها بطريقه سهله خالص وبسيطه، كمان مش هتاخد مننا تكلفه عاليه اطلاقا، بالعكس هتتعمل بمكونات موجوده في كل بيت. زي ما انتوا شايفين كده شكل القطايف معانا هيطلع بالشكل الخطير اللي انتوا شايفينه ده. وكمان هنعمل العجينه بتاعه القطايف في البيت، وصدقوني هتطلع احلى من المحلات الكبيره المشهوره كمان بمليون مره. يلا بينا نبدا مع بعض الطريقه. في البدايه انا معايا معلقه صغيره من الخميره، وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه صغيره خالص من الملح، ومعلقه صغيره من بيكربونات الصوديوم. كمان معايا 3 كوبايات من الدقيق، ونص كوبايه صغيره من دقيق السميد او دقيق البسبوسه، معلقتين من السكر، وكمان معايا 4 كوبايات من الميه. والميه معايا هنا بتكون دافيه، ما بتكونش مغليه ولا ميه ساقعه، لا بتكون دافيه، بتكون كده زي دمعه العين، تقدروا ان انتوا تستخدموها بكل سهوله. انا معايا هنا بقى المكونات في الكبه. بنزل في البدايه خالص بنزل بالميه الاول عشان تحرك معايا باقي المكونات، بعد كده بضيف الخميره والبيكنج باودر وباقي المكونات، وبعد كده بنزل بالدقيق بتاعي كده واحده واحده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هنا استخدمت الكبه علشان خاطر تسهل معايا الضرب بتاع المكونات. لو مش متواجد عندكم كبه اضربوها عادي جدا في الخلاط. وزي ما قلت لكم خطوه مهمه ان انتوا تضيفوا الميه الاول علشان خاطر تسهل عليكم العمليه بتاع الضرب وما يكونش فيها اي صعوبه. بضرب بقى المكونات كلها كده مع بعض واتاكد تماما ان هي ما يكونش فيها اي تكتلات اطلاقا. وما بين كل دقيقة والتانية بفتح كده وانزل اي خليط موجود في الجوانب بالاسباتيولا كده بالراحة خالص لحد ما كل الخليط اللي معايا يكون متجانس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو ده القوام المظبوط للقطايف، بعجينة كمان ممتازة، وهتطلع معاكم احلى من بتاع الافران والمخابز بتاع القطايف بكتير. زي ما قلت لكم ده القوام المظبوط، بيكون قوام كده قريب من الكيك. اعملوا نفس المقادير اللي احنا عملناها بالظبط وهتطلع معاكم مظبوطه جدا. لو وصلتوا معايا بقى في الفيديو لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. نبدا بقى في عمليه السوى. هنا الطاسه بتاعتي بتكون على اهدى نار تماما، لازم الطاسه تكون على اهدى نار عندكم والنار تكون واطيه تماما. وبضيف بقى كده بالكوب المعياري. انا هنا استخدمت ربع كوبايه وبدات ان انا اشكل بيها كده زي ما انتوا شايفين علشان خاطر تكون القطايف كلها متناسقه معايا. وممكن تستخدموا اي كوب معياري عندكم زي ما انتوا حابين، وزي ما انتوا حابين الحجم بتاعها يكون صغير او يكون كبير على حسب ما انتوا حابين. اول ما بضيف القطايف بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بتبدا تستوي معايا وبتطلع فقاقيع زي ما انتوا شايفين كده. ما بحركهاش خالص من مكانها علشان خاطر ما تبصي، هي بتستوي تماما بعد دقيقة تقريبا، ما بتاخدش وقت خالص في السوى. بعد ما السطح بتاعها كله كده يكون فقاقيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ببدأ ان انا اشيلها بقى وارفعها على طول، بتكون معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومش شرط خالص ان احنا نعمل واحدة بس في الطاسة، ممكن نعمل اكتر من واحدة في الطاسة ونعملها باحجام قليلة شوية. زي ما قلت لكم الحجم ده انتوا اللي بتختاروه على حسب حبكم، بتحبوها كبيرة او بتحبوها صغيرة. شايفين بقى بتبدأ تستوي معايا كده ازاي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ببدأ ان انا ارفعها بقى كده بالراحة خالص بالسباتيولا بعد ما بتأكد ان هي استوت تماما. ودي انا عاملاها قطايف ميني كده، وهقول لكم هنستخدمها ازاي ان شاء الله في الفيديو الجاي. وبكده دي تكون معانا طريقة التشكيل بتاعة القطايف. شايفين اللون بقى بجد والحلاوة، مستوية معانا كويس جدا واحلى مليون مره كمان من بتاع بره. بطلعها بقى كده على اي مفرش عندي، ما بحطهاش كده كلها على بعضها، لا بسيبها تبرد كده شويه عشان خاطر ما تعجنش منكم. واللي بتبرد كده بحطهم كلهم على بعض، والجديده اللي هي بتكون سخنه بحطها كده لوحدها علشان خاطر ما يعجنوش على بعض. شايفين بقى اللون بتاع القطايف بجد والملمس بتاعها ناعم جدا وخطير، ما بتتقطعش مننا. شايفين؟ انا متأكدة بجد ان بعد الفيديو ده هتقوموا كلكم تجربوا القطايف وهتدعولي.
معايا الحشوة بتاعتي بقى مكسرات عبارة عن زبيب وبندق وكمان سوداني زي ما انتوا حابين، اي نوع مكسرات انتوا بتحبوه. كمان هضيف عليها بقى معلقة كبيرة كده من الشربات او العسل اللي احنا عاملينه للقطايف. الحركة دي بتساعد جدا ان المكسرات كده تمسك في بعضها، وبتعزز معايا الطعم، بحيث ان انا لما احشي القطايف بتاعتي كده المكسرات ما تقعدش تقع منها كده، وكمان بتديني تست حلوة قوي. بحشي بقى القطايف بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تخلوش الكمية بتاعة الحشو تكون كبيرة قوي علشان خاطر القطايف ما تتقطعش منكم. بحشي بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقفل بقى الاطراف كده، بضغط عليها كده زي ما انتوا شايفين كويس جدا. ما تضغطوش من الطرف قوي، لا، خلوا ايديكم كده تكون لجوه سنتي كده زي ما انتوا شايفين، واضغط بقى واقفل كويس جدا. ده بيكون شكل القطايف معايا. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو بقى لحد هنا، ما تنسوش تقولولي بتتابعوني منين، وتفعلوا كده زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. وما تنسوش تعملولي لايك عشان بعرف ان وصفاتي عجبتكم. ولو انتوا محتاجين اي وصفات تانية لرمضان اكتبولي في الكومنتات. في طاسة سخنة بقى على النار يكون فيها زيت، درجة حرارة الزيت تكون متوسطة. بضيف بقى القطايف بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والنار تكون متوسطة علشان خاطر القطايف ما تتلسعش منكم. المعلومات دي مهمة جدا علشان خاطر تطلعوا قطايف كده لونها ذهبي زي اللي بنشتريها من بره واحلى كمان. ومش شرط خالص ان الزيت يكون غزير او يغطي القطايف زي ما بيقولوا، لا، استخدموا كمية الزيت اللي انتوا بتحبوها او اللي في امكانياتكم. اهم حاجة ان هي تكون مغطية بس اول جزء علشان خاطر القطايف ما تتحرقش منكم. اول ما تاخد معايا لون بقى من تحت بقلبها كده على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى اللون الخطير؟ يا ريتكم مكاني بجد وشمين الريحة الحوار بتاعة القطايف دي. اول ما القطايف تطلع بقى وهي سخنة كده على طول، والشربات يكون بارد او العسل يكون بارد، تنزلوا بقى على طول كده بالقطايف زي ما قلت لكم لازم تكون سخنة. وبنزل بيها بقى كده على طول بالشربات، بقلبهم كده تقلبتين مع بعض، ما بسيبهاش كتير في الشربات علشان خاطر ما تطراش. لو انتوا بتحبوا الحاجة مسكرة قوي او طرية سيبوها كده قد 5 دقايق في العسل وبعد كده طلعوها. بقلبها كده بقى مع بعض تقلبتين، وبعد كده بطلعها على طول من الشربات واحطها في مصفى عشان لو فيها اي عسل زيادة تصفي، وبعد كده بقدمها. وده بيكون شكل القطايف في النهاية. القطايف بجد خطيرة، ودي بجد الحلويات المفضلة لقلبي في رمضان. عندي استعداد كده ان انا اكلها او افطر منها هي بس، بجد من كتر حلاوتها. جربوها بالطريقة دي واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واستنوا مني فيديو تاني هعمل لكم فيه قطايف بس بطرق مختلفة وهتحبوها جدا. لو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي. وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد.